طبعا قبل لا نبدأ التقييم ما بجامل، انا ما بجامل وما بظلم حد عادي، يعني بقيم باللي انا اشوفه مناسب، عارفين كيف. السلام عليكم، معكم محمد وش فيديو جديد. طبعا اليوم فيديو غير، تقييم اليوتيوبر العمانيين. طبعا انا اخترت مجموعة من اليوتيوبر العمانيين اللي مشاهير، طبعا اهم شيء يكونوا مستمرين، يعني اللي ساحبين قرابة السنة وكذا ما اخترتهم صراحة. واعتذر لاي يوتيوبر عماني ما ذكرته في المقطع، وعلى طول نبدا على المقطع. اول شيء اوريكم الرتب اللي انا حاطنها، يعني اسطورة، هذا يعني افضل شيء، بعدين فنان، بعدين جيد، بعدين يعني، بعدين اخر شيء اعتزل. لو حطيتك اعتزل يعني لازم تعتزل، لاني انا قلت رايي مهم. معانا اول يوتيوبر طيار من اليوتيوبر العمانيين القديمين، واللي مستمر في تطوير محتواه ما شاء الله عليه الرجال. طبعا خليني اوريكم قناته. طبعا هذه قناته نفس ما تشوفوا، ما شاء الله عنده 300 الف مشترك، واقدم مقطع عنده قبل 7 سنوات، فيب واجد قديم يعني. طبعا عن نفسي انا بقيم الطيار فنان. اللي يعجبني في الطيار طريقة القائه، لكن اللي ما يعجبني فيه انه يقطع واجد نفس ما تشوفوا. اخر مقطع قبل 6 اشهر، ما ينفع ذا الكلام. طبعا اليوتيوبر اللي بعده عندنا الثلاثي العماني تريوز براذرز، طبعا نفس ما تشوفوا هذه قناتهم. طبعا محتواهم فلوجات بطريقة عفوية، من اللي شفته منهم صراحة ما تابعت واجد مقاطع، لكن يستاهلوا جيد صراحة. اوكي، هو بعدهم في البداية وكذا، فانا اشوف جيد، تقييم مناسب. اليوتيوبر اللي بعده هو صاحب اكبر قناة عمانية، طبعا هو قناة قرية العجائب، اخونا بدر. طبعا هذه قناته ما شاء الله عليه قرب من 7 مليون مشترك يعني. طبعا اللي ما يعرف محتواه قصص، وطبعا هو اكبر يوتيوبر عماني يعني، وطريقة القاء للقصص واجد رهيب ما شاء الله. محتواه احترافي بشكل ان شاء الله اني اوصل ذي الدرجة من ان شاء الله، ايش فيه، ان شاء الله اني اوصل ذي الدرجة من الاحترافية في المحتوى. صراحة يستاهل وبقوة، اسطورة. اذا ما حطيت اسطورة ما اعرف من بحط يعني. اليوتيوبر اللي بعده هو وقاص سيابي، هذه قناته. طبعا وقاص من الناس المجتهدين في اليوتيوب صراحة، والقديمين بعد. اللي يعجبني في محتواه المونتاج الاحترافي طبعا، وان الشخص هو يحاول يقدم افضل محتوى ممكن. محتوى منوع بين جيمنج وقصص وردة فعل على راب. وصراحة انا اشوف وقاص من الناس المظلومين في المشاهدات صراحة، يستاهل اكثر. لكن سلبيات وقاص السحبات، يعني نفس ما تشوفوا اخر فيديو قبل شهرين، وتنزيل يعني شوف هنا بعد قبل 8 اشهر. مشكلة وقاص انه يسحب واجد، عارفين كيف. عشان كذا بقيمه جيد. اوكي، كنت بقيمه فنان بس عشان السحبات قيمته جيد. اليوتيوبر اللي بعده هو من القنوات اللي صراحة انا استكشفتها، ما كنت اعرف عنها قبل لما انا احضر لهذا المقطع يعني. وهو اخونا حارث الشريقي. طبعا اخونا حارث ما شاء الله عليه، توني والله ما اعرف كيف عنده قريب من 300 الف، وعماني وانا ما اعرف عنه. طبعا اخونا حارث يقدم محتوى سفر ومغامرات، ويقدم فلوجات بطريقة احترافية وعفوية في نفس الوقت، فما شاء الله عليه صراحة. نفس ما قلت لكم انا اكتشفت قناته وانا احضر لهذا المقطع، بس شفت له فيديو واحد بس. بشكل عام من النظرة العامة للقناة، ومن ان عنده قريب من ان عنده قريب 300 الف مشترك، هذا رقم ابدا ما سهل. فعشان كذا بقيمه فنان، انا اشوف انه جدا مناسب. الله، وصلنا للاسطورة عوف. طبعا عوف يعجبني والله. طبعا نفس ما تشوفوا هذه قناته، محتوى منوع، وينزل فورتنايت، هو الشيء اللي انشهر فيه. طبعا عوف من اللي يعجبني فيه شخصيته فنانة ويضحك بعد. فعشان كذا عوف، شوف بعد مشكلته، ما اعرف اذا تعتبر مشكلة ولا لا، بس عشوائية، في عشوائية يعني. حتى اسم المقطع العشوائية اللانهائية يعني، فهذا دليل، عارفين كيف. لكن عوف يعجبني صراحة، انا يعجبني اليوتيوبر اللي يضحكوا وكذا، عارفين كيف. عشان كذا بقيم عوف. هو شوف بين الاسطورة والفنان، عارفين كيف. بخليه فنان تو، انا اشوف انه فنان، تقييم مناسب حال عوف. طبعا دائما اذا ذكرت عوف لازم ابو عوف. طبعا لا حد يفهم غلط، انا ما قلت اقيم ابوه، لا، يوتيوبر ثاني اسمه ابو عوف يخص عوف، عارفين كيف. هذه قناة ابو عوف. طبعا محتواه مشابه لعوف، بلوجات، ونزل مقطع فورتنايت بعد قبل يوم. ابو عوف صراحة يعجبني، لكن ما نقدر نخليه جنب عوف صراحة يعني. انا اشوف ان عوف حاليا متقدم، لانه اقدم بعد يعني، عارفين كيف. محتواه
انا اشوفه افضل يعني، والنعم في ابو عوف طبعا، بس لانه بعد بداياته يعني عارفين كيف. عوف بادي قبله يعني، فعشان كذا انا اشوف ابو عوف جيد. اليوتيوبر اللي بعده هو راشد الحوسني، هو بعد يعتبر من اليوتيوبر العمانيين القديمين، محتواه فلوقات في استراليا. طبعا رجال ما شاء الله مبتعث في استراليا ويصور فلوقات هناك، وهذا شيء حلو صراحة انك تشوف عماني يصور فلوقات في الدولة اللي مبتعث فيها. انا اشوف انه شيء واجد زين، لانه يعتبر كأنه يعني غير انه قاعد يدرس، انه يركز على شيء ثاني مثل اليوتيوب وينشهر فيه، هو شيء يعتبر صعب وشيء يحتاج جهد كبير حرفيا. وانا طبعا احب المجتهدين. اظن ان التقييم المناسب لراشد صراحة فنان. لا راشد فنان صراحة، عشان منزل واجد مقاطع اول شيء، ومستمر مع انه واجد قديم في اليوتيوب. واجد عمانيين بدوا في اليوتيوب وسحبوا سنين ولا رجعوا، فانا يعجبوني الناس اللي يستمروا صراحة. يستاهل انه يصير فنان عشان الاستمرارية، والاستمرارية وشيء انا نفسي اعاني منه يعني عارفين كيف. اخر فيديو قبل شهر، لكن اعتذر منكم وصدقوني. بس والله لايك بس، والله احتاج منكم لايك. الله يسعد اي شخص يضغط لايك واشتراك، كما انه اسعدني على اني استمر بعد. فشكرا لكم والله اللي يضغطوا لايك واشتراك، والله شكرا. وشكر خاص بعد للمتابعين اللي يشوفوا الفيديو اول ما ينزل. والله هذا ما اعرف ايش اعتبره قلب، هو كأنه كورة شوية بس قلب، ما كورة. طبعا اليوتيوبر اللي بعده بعد من الاساطير مستر محمد، طبعا نفس ما سوينا مع باقي اليوتيوبرز. هذه قناته ما شاء الله عليه، يوتيوبر عماني عنده فوق 100,000 مشترك. محتوى مستر محمد يعجبني، هو من اليوتيوبرز اللي في القائمة اللي اتابع مقاطعهم باستمرار. طبعا لا تخافوا، هذه قناتي الثانية عشان كذا كل المقاطع يطلع اني ما شايفينها، لكني متابع المقاطع حتى عند اليوتيوبر الثانيين، بس هو عشان قناتي الثانية ما يطلع يعني المقاطع اللي متابعنها. مستر محمد يعتبر بعد قديم، نفس ما تشوفوا اخر مقطع له، اقصد اول مقطع كان من 6 سنوات. اوف والله شوف كيف شكله. والله امزح، شكله متغير عشان كذا كنت صدمتوني والله. شوف. المهم، ومستمر من 6 سنوات، وانا قلت لكم احب الناس اللي يستمروا، خاصة محتواه يعجبني بعد واتابعه. عشان كذا مستر محمد يستاهل يكون ثاني اسطورة معانا اليوم. والى الان ما حد حصل اعتزل، او يعني ما اعرف هل انا اجاملهم، بسوي اعادة. شوفوا، عشان ليه انتم ما حطيت ولا واحد يعني او اعتزل، احس اني لا شعوريا جالس اجامل، وانا ما يعجبني ذا الشيء. عشان كذا بسوي قانون، اوكي؟ كل سطر من اليوتيوبر لازم فيه شخصين، لا شخصين شوية. عشان كذا كل سطر في التقييم بسوي الحد الاقصى 3 اشخاص، اوكي؟ عشان ما يصير اخر سطرين يكونوا فاضيين بعد. عشان كذا هنا في 4 اشخاص، ما يصير ذا الكلام. لازم انزل واحد وانزل واحد من هنا. فشوف من بنزل من هذيل ال4 يا اخي، والله كلهم فنانين صراحة يعني. شوفوا ما لا تزعلوا مني، بنزل الطيار. والله الطيار قوي عشان السحب. نفس ما قلت لكم انا ما احب الانسان اللي يسحب، والطيار اخر فيديو قبل 6 اشهر. عشان كذا بينزل هنا وبنزل من هنا. وقاص والله احبك بس اسف يعني، والله اسف، عشان نفس ما قلت لك السحبة، ولا انت تستاهل اكثر والله. طبعا اليوتيوبر اللي بعده عندنا يوتيوبر اسمه ابو شكله. اول شيء عليك اسم، اوكي؟ لكن هو اليوتيوبر هذا اكتشفته قريب يعني، عجبني محتواه يعني، خاصة هذا فيديو سنو عمان. اذا انت ما تعرف سنو عمان وتريد تشوف فيديو يعني عن سنو عمان وتعرف ايش بيصير بالضبط في الداخل، لازم تشوف هذا الفلوج. واجد حلو، عجبني. انا عن نفسي ما رحت سنو عمان، فعجبني ذا الفيديو لانه خبرني يعني ويش في داخل سنو عمان. اوكي. طبعا ابو شكله بعده يعني ما يعتبر من اليوتيوبر القديمين، لكن ينزل فلوجات عفوية وحلوة. شخصيته بعد شخصيته تعجبني، فبنقيم ابو شكله، بنقيمه فنان. اوكي. طبعا انا ما قلت ما يصير 4 في نفس الصف، عشان كذا نرفع عوف يستاهل. عوف انا اشوف انه يستاهل اسطورة، وابو شكله بنقيمه فنان. اليوتيوبر اللي بعده اي هيثم. هذا اي هيثم ما شاء الله عنده فوق 50,000 مشترك. محتوى اي هيثم قريب للطيار، يعتبر نقد وردة فعل على مقاطع تيك توك ومقاطع تيك توك وكذا. شخصيته رهيبة والله، انا اريد اقيم تقييم زين بس ما عارف من انزل. بقيم اي بقيم اي هيثم يعني. ليش قيمته يعني؟ استمرارية يا اخي. العمانيين ما يعني الله يهديهم،
وانا منهم بعد يعني، ما ينزلوا مقاطع، ما اعرف ليش. والله شفت يوتيوبر عمانيين واصلين فوق 300 ألف مشترك، تخيل، وساحبين آخر مقطع قبل 3 سنوات. يا أخي ليش يا أخي؟ عشان كذا بقيم أبو شكله يعني. والشخص الأخير طبعا الأسطورة شبل، اللي هو أنا يعني. شوف، أنا قلت إني ما بقامل، لكن أنا أستاهل أسطورة يعني. لا أمزح والله، أمزح والله، أمزح. هدي شباب، أنا ما بقامل، حتى ما بقامل عمري، أنا توني بادي أصلا. شوف، ما بقيم نفسي اعتزل، لان والله اني ما استاهل اعتزل والله. بقيم نفسي يعني، ها، قولوا اني متواضع كذا في الكومنتات، اوكي؟ لا بس حقيقة يعني انا توني بادي وكذا. حتى اخجلني جنب وقاص واي هيثم بما انهم يوتيوبر عندهم مشتركين اكثر وكذا، لكن ان شاء الله انا بعد اتطور مع الوقت وانزل مقاطع اكثر، والله يوفق كل شخص في هذه القائمة يعني بشكل عام. شوفوا، انا اشوف ظلم صراحة اني احط واحد منهم اعتزل، ما حد كان يعني محتواه بهذا السوء، عارفين كيف؟ انا اشوف هذا التقييم تقييم عادل وبدون اي مجاملة ولا ظلم. حتى انا اشوف اني كنت عادل وما ظلمت في التقييم. انا فعليا بقرا كل الكومنتات واريد اشوف رايكم انتم، ايش بتقيموهم يعني؟ مثلا هل بتودوني مثلا اعتزل ولا لا حد اللي يوديني اعتزل بحضره. لا امزح عادي، خذ راحتكم، لا تاخذوا راحتكم، لا امزح. المهم، نفس ما تشوفوا هذه الليستة اللي طلعت معانا، اللي قيمتهم اسطورة قرية العقائب مستر محمد عوف، اللي قيمتهم فنان حارث راشد ابو شكله، اللي قيمتهم جيد تريز براير الاخوة العمانيين 3 يعني، وابو عوف والطيار جيد، واللي قيمتهم يعني عشان السحبات وعشان توني بادي انا وقاص واي هيثم. يا اخي ايش فيني؟ اي هيثم. وبس، هذه كانت نهاية المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك. الله يسعدكم، الله يوفقكم، الله يزوجكم يا رب. شكرا لكم، وشكرا واجد انك وصلت هذه النقطة في المقطع يعني. هذا المقطع بما انه كان تقييم، كان فيه شوية رسمية، عارفين كيف؟ لكن في مقاطع الثانية انا اكون اقل رسمية يعني. فشكرا لك انك وصلت نهاية المقطع، والسلام.